مساء الخير لكل مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا مشاهدينا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو الدكتور محمد موطي إبراهيم، اختصاصي بالجراحة العامة، لنحكي عن موضوع مهم كتير. بالبداية رح نرحب بضيفنا الدكتور محمد موطي ونقول له مساء الخير وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير، مساء النور عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين والمستمعين جميعا. ألف شكر لك الله دكتور. يسلمك. بحب أشكر زملائي أيضا جودي وشيرين بالكنترول والبث المباشر. إذا فيكم تتصلوا حابين تأغنوا برنامجنا بهيئة أسئلتكم، فيكم تتصلوا بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة بواتساب 093 82 80 81 4 عبر كومنت عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي. رح نجاوب على أسئلتكم أكيد. لنبدأ حلقتنا وموضوعنا، نوضح لكم أنه الالتهاب الزائدة هو من أحد الأمراض اللي تتصنف ضمن اختصاص الجراحة العامة، وهي أحد الحالات الشائعة. بتصيب الأطفال، بتصيب الكبار، المسنين، الشباب، جميع الفئات، يعني إذا صح التعبير. لنتعرف على المزيد من هالحالة والأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور محمد موطي. بداية لنتعرف على هالعضو هذا، مكان تمركزه وين هو، وشو وظيفته، وشو هو أو شو هي الزائدة. الزائدة الدودية طبعا هي عضو من تابع للجهاز الهضمي. نعم. طبعا كموقع الزائدة بيقع بنهاية الدقاق، يعني بنهاية الأمعاء الدقيقة، بمكان نحن طبعا مكان اتصال الدقاق بالكولون، الكولون الصاعد طبعا بمنطقة الأعور. نعم. هناك اتصال يعني عم يصير بين الأمعاء الدقيقة والكولون. الزائدة تقع خلف طبعا على مستوى الأعور، تمام. نسميه الأعور. طبعا الزائدة عضو طبعا علميا يعني سابقا قديما كان يدرس انه ما لها اي وظيفة او اهمية، ولكن مع مرور الزمن تم استكشاف انه الزائدة لها وظيفة مناعية. أيوة. انه وظيفة مناعية تقوم ب قيام باعطاء الجلوبولينات المناعية من نوع A. طبعا هو كنسيج يعتبر كنسيج ليمفاوي ايضا، يعني من الانسجة الليمفاوية تابعة للجهاز الهضمي، ولكن استئصال الزائدة يعني لا يؤدي الى اي مشكلة ايضا. تمام. في حال طبعا كان هناك اي التهاب او تقيح او خراج في الزائدة، باعتبار نحن كجراحة الزائدة هو اكثر عضو يعني من الاسباب اللي ممكن تنشغل بالجراحة العامة، يعني تمام. من العمليات الدارجة والشائعة جدا يعني، وخاصة بالفئات العمرية كافة، سواء الأطفال يعني طبعا تبدأ ذروتها بعمر 10 سنوات يعني، وما بين 20 و30 سنة طبعا، ممكن حتى بالكهول، ولكن بعد 60 سنة طبعا تتوقف الزائدة، يعني تنسد عند اللمعة طبعا، بعدين يعني يصير من النادر جدا عند الكهول. اما عند وممكن حتى نلاقيه عند الحوامل، يعني حتى في فترة الحمل يعني، وخاصة في الثلثين الاولين من الحمل كمان تكون دارجة جدا. إلها مثل ما قلنا وظيفة مناعية، يعني استئصالها أو وجودها طبعا لا يؤثر على الجسم، لا يؤثر على الجهاز الهضمي أو باقي الأجهزة يعني العضو الأكثر استغناء لما بيصير فيه مشكلة أكيد عضوية أكيد يعني. طبعا، يعني لما يعني إذا صار أي مشكلة التهابية وعند الاستئصال يعني ما راح يأثر على بقية الأعضاء الثانية، بل على العكس يفضل استئصالها لكي لا تؤثر على الأعضاء البقية يعني. تماما. دكتور، هلا دائما بمواضيعنا بنسأل انه يا ترى شو هي الاسباب اللي بتدعي لالتهاب يعني الزائدة؟ طبعا سؤال كتير يعني مهم يعني. مهم جدا. الزايدة طبعا السبب الرئيسي هو انسداد اللمعة، يعني من داخل الزايدة. طبعا الزايدة هي مثبتة على الأعور بنهاية مفتوحة،
بقاعدة مفتوحة، قاعدتها مثبتة على الأعور ونهايتها حرة. طبعا حتى هالنهاية الحرة تكون على تماس، يعني إلى توضعات، يعني حتى بمرحلة الأعراض كمان تعطي أعراض مختلفة حسب توضعها. يعني ممكن تكون متجهة طبعا خلف الأعور، أو تكون أسفل الأعور، أو تكون ممكن حوضية نازلة لتحت، أو تكون باتجاه الدقاق، الأمعاء الدقيقة يعني، وتكون علوية يعني. تعطيها حتى هالتوضع الزائدة النهاية الحرة تبعها بتعطينا أعراض مختلفة كمان. طبعا السبب الرئيسي للالتهاب هو انسداد اللمعة. طبعا النهاية البعيدة يعني شو بنقصد باللمعة يعني دكتور؟ اللمعة داخل يعني الجوف، جوف الزائدة. طبعا بدايتها قاعدتها مفتوحة ونهايتها مسدودة. بس صار انسداد بهاللمعة بيصير احتقان ضمن باعتبار نسيج لمفاوي، بيصير احتقان ضمن هذا النسيج ويؤدي الى تفعيل عوامل التهابية وتوزن في الزائدة، وممكن حتى يؤدي طبعا نتيجة عوامل الالتهابية هي الجراثيم اكثر شيء هي اللي تؤثر على هالشيء، هي جراثيم اللاهوائية. يصير توزن بالزائدة بجدار الزائدة، يصير توازن طبعا، وهون بيصير ممكن حتى نوصل لمرحلة انثقاب الزائدة طبعا إذا كان في تنخر، خاصة بالقاعدة يعني. وبالهون بهالحالة كمان بيطلع عنا مفرزات من الكولون يعني يؤدي إلى التهاب وانتان طبعا بالبطن، التهاب بريتوانسوي، حتى ممكن خراجات أو تقيح يصير إلى آخره. هذا إذا ما تشخص وما تعالج طبعا يعني. إذا كان في مرحلة متأخرة تماما. دكتور هلا المستمع عم يسأل حاله يا ترى الزايدة إن كانت موضوعة بالجهة اليمنى أو اليسرى؟ لا نشرح للمستمعين. طبعا هلا الزايدة يعني عند الشخص الطبيعي هي بالجهة اليمنى، ولكن من الحالات النادرة ممكن نلاقيها حتى بالجهة اليسرى أيضا. ممكن يجينا شخص أحيانا يكون عنده انقلاب أحشاء، الأعور يكون بالأيسر يعني بالطرف الأيسر يكون يعني تصدف أحيانا يعني. هون بقى بيضل على الخبرة السريرية والتشخيص طبعا والاستقصاءات المتبعة اللي تكشفنا انه في عند المريض يعني انقلاب بالاحشاء. تماما. طبعا هلا سؤالنا راح يكون ضمن يعني هل الحكي اللي حكيته انه موضوع الاعراض دكتور، كيف بتكون الاعراض؟ شلون يعني شكل العرض او الالم او شكل الالتهاب؟ هلا الأعراض طبعا مثل ما قلنا بتختلف من شخص لشخص، يعني ما بتكون دائما الأعراض ثابتة عند جميع الأشخاص. يعني عندنا مجموعة من الأعراض ممكن نلاقي بجزء من هالأعراض، ممكن ما نلاقي بقية الأعراض يعني. ولكن العرض الأساسي طبعا عند أي مريض طبعا الزائدة بالدرجة الأولى نحن هو القمح، نحن نسميه يعني نقص الشهية. أيوة. نقص الشهية يعني المريض يفقد الشهية مثلا ممكن قبل بيوم أو يومين أو من بداية الأعراض يعني. المريض يبدأ بقمح أو نقص شهية، وبعدين بيبدأ الألم طبعا. والألم كمان بينتقل طبعا من منطقة، أولا الألم يبدأ بالمنطقة الشرسوفية، أسفل المنطقة الشرسوفية البطن يعني. المنطقة الشرسوفية المنطقة عند ما نقول المعدة يعني أسفل الصدر يعني. وبعدين الألم يعني بينزل ممكن يكون حوالي السرة، يعني بيجتمع ألم حول السرة، وبعدين آخر شيء الألم بيرجع وين بيستقر بالمنطقة نحن نسميها الحرقوفية اليمنى، مكان تمركز الزايدة بالأيمن أسفل البطن يعني الجهة اليمنى الحرقوفية اليمنى نحن نسميها. هون يصير ألم بقى متوضع. طبعا الألم هذا بده وقت لحتى يجي يتمركز بالمنطقة الحرقوفية اليمنى، ما بين أقل شيء يعني من 4 ساعات ممكن ل6 ساعات. بعد يعني 4 أو 6 ساعات الأولى يعني ممكن نلاقي الألم المريض يشكي من ألم بطني شرسوفي أو حول السرة، يعني ما في ألم، ما في شكاية بالمنطقة الحرقوفية اليمنى. وبعدين الألم شوي شوي بالتدريج بينتقل للمنطقة الحرقوفية اليمنى. إذا دكتور خلال أسئلتكم يعني هلا شوي شوي عم نروح لموضوع التشخيص، ولكن خلال أسئلتكم أكيد في توجه دائما للطبيب يعني بشك فبين قوسين اسمه دائما مرحلة شك زائدة يعني. طبعا نحن في الدرجة الأولى مثل ما قلت لك إنه المريض يجي عنده مثل قلنا القمح، بعدين يبدأ الألم. والألم كمان نحن لنا علامات بالفحص السريري، علامات معينة نفحص فيها المريض. يعني هالعلامات
يعني توجهنا انه في شك بالتهاب الزائده او ما في شك. يعني ممكن يعني حتى احيانا تكون في ايجابيه وممكن تكون سلبيه كمان حتى بالفحص السريري، ولكن المريض يشخص نحن اكثر شيء عندنا بالفحص السريري. نعتمد احيانا بنسبه 80-90% على الفحص السريري، يعني حتى بدون التحاليل او الاستقصاءات المتممه، يعني سواء التحاليل او الاشعه والى اخره. الالم طبعا يعطينا نوعية معينة، مثلا بفحص نقطة نحن نسميها بنقطة ماك بورني بمكان التمركز الزائدي. النقطة الموجودة طبعا تقع ما بين السرة والشوكة الحرقوفية العلوية اليمنى طبعا أعلى الحوض. نحدد نقطة طبعا، يعني نفحص المنطقة النقطة الموجودة طبعا، نلاقي ألم عند المريض، نلاقي يعني بطريقة الضغط على بطريقة طبعا الضغط باليد على يعني. باليد، جس يعني نحن نسميه جس هذه النقطة. الألم يبدي تفاعل، يعني يعطينا تفاعل منعكس ألمي يعني. وبنفس الشيء بالطرف الايسر، يعني كل منطقه لها علامات نحن معينه، سواء نحن عندنا نسميها نقطه ماك بورني، عندنا روبزينج، وعندنا علامه البسواس. يعني هدول كلها علامات ايضا نحن مؤشرات متممه، يعني مؤشرات تعطينا انه في الم. حتى نحن احيانا يعني ما في ولا شيء من هال، ممكن نعمل حتى مس شرجي للمريض، يعني أيضاً. ممكن الزايده تكون حوضيه يعني نازله للاسفل، يعني بالمس الشرجي ممكن نشخص يعني بالضغط على اسفل المستقيم بالجهه اليمنى، يعني يكون يعني يعطينا طبعا ألم. يعني حتى أحيانا المريض يجي يكون عنده آلام أو أعراض بولية، يعني ممكن باعتبار إذا كانت خاصة حوضية أو أسفل الأعور تكون، يعني بتعمل تخريش، تعمل تخريش على الحالب والشريان الشرسوفي السفلي، يعني بيعمل ضغط، بيعطينا نفس علامات أو أعراض كلوية يعني بولية. تماما. دكتور، أيضا الترفع الحروري باعتبار الزايدة عم تلتهب، الترفع الحروري كمان أحد العلامات يعني؟ طبعا من العلامات أو المؤشرات اللي ممكن كمان إنه ترفع حروري، ولكن مو الترفع الحروري عالي، يعني ممكن توصل لدرجة يعني. طفيف، يعني بدرجة واحدة ترتفع، يعني توصل لل 38 تقريبا 37 38 يعني 38 1.2 3 يعني. اكثر من هيك معناتها في دليل انه في خراج، يعني اكثر من درجه الحراره اكثر من 38 39 و40، هذا دليل انه في وصل لمرحله متقدمه. يعني اما لدرجه حراره 38 معناتها في عندنا التهاب زائده حاد. طبعا هاي كمان من الاعراض. واضافه عندنا اعراض اضافيه كمان موجوده، ومنها الامساك. ايوه. وممكن الاسهال كمان، تقيؤ مثلا، غثيان، اقياءات غثيان ايضا موجوده، ولكن مثل ما قلت لك، اما العرضين الاساسيين هن الموجودين عندنا القمح، يعني النقص الشهيه والالم، اكثر شيء هذول. اما بقيه الاعراض تعتبر ثانويه، يعني ممكن يجي المريض يكون عنده غثيان او اقياء، وممكن ما يكون في عنده غثيان او اقياء، ممكن يكون عنده امساك، ممكن يكون عنده اسهال، يعني كله وارد، يعني مو اكيد. يعني بالزائده تختلف الاعراض من شخص لشخص. يعني ممكن يجي مريض صار عنده اقياءات مره او مرتين، غثيان مثلا موجود، ترفع حروري بسيط يعني موجود، عنده مثل ما قلنا يعني فقدان الشهيه والالم، العرضين الاساسيين اللي نعتمد عليهم اكثر شيء. دكتور، هلا وصلنا لمحور موضوع التشخيص عند الطبيب. الشخص راجع العيادة أو المركز الطبي، سواء كان مستوصف أو مشفى، شو هن الإجراءات اللي بتتخذوها يعني حسب هذا البروتوكول اللي بتعتمدوا عليه؟ من شوي حكيت عن بعض النقاط، ولكن إذا بتتأكدوا بشكل أوسع يعني لتوصلوا لنتيجة إنه هاي التهاب زائدة بحاجة لكذا كذا. طبعا هلا بتختلف الاستقصاءات طبعا من شخص لشخص كمان. يعني بس عندنا بشكل عام يعني نعتمد على الاستقصاءات او المخبريه. اولا نعتمد على تحاليل، يعني باعتبار نحن عندنا بالزائده دائما ايضا بالمنطقه الحرقوفيه اليمنى لازم يكون في عندنا دائما، نحط دائما بالحسبان تشخيص تفريقي كمان. صح. موجود عندنا دائما تشخيص، يعني مو كل الم بالحرقوفيه اليمنى كمان هو زايده. صح. عندنا تشخيص تفريقي، ممكن باعتبار عندنا كولون، عندنا الاعور موجود، عندنا الحالب موجود، يعني هالمجاورات او الاعضاء الموجوده يعني كلها بتفوت ضمن التشخيص التفريقي. وخاصه هلا عندنا النساء كمان مثلا باعتبار الرحم المبايض والى اخره. يعني هدول كلها من الطفل لكهل كمان بيختلف يعني. خاصة هلا الطفل مثلا ما بيعرف يعبر عن الأعراض الموجودة. صح. أو الآلام الموجودة، مو مثل مثلا البالغ اللي يعرف يعبر أكثر يعني. طبعا هون بقى قلنا إنه نعتمد على التحاليل المخبرية، ونعتمد طبعا من ضمن التحاليل المخبرية البول والراسب طبعا
فحص بول وراسب يعني مشان ننفي المشاكل البولية والكلوية. كمان بالمخبر طبعا نحن نعتمد ارتفاع بالقيم كريات البيض طبعا، حالة التهابية طبعا على حساب العديلات طبعا، الانحراف نحو الايسر يعني بيكون عندنا طبعا لحد معين. اكثر من هذا الحد يعني لحد مثلا ال 14 او 16 الف، هذا ممكن انه نعتبره التهاب زايد حاد. اما اكثر من العدد هذا كمان من الكريات البيضاء يعني ل 18 الف وما فوق، ممكن يعتبر انه هذا كمان خراج او مشكل درع زائده، او مشكل مثلا سائل مخاطي حول الزائده او انثقاب بالزائده. تماما. والايكو دكتور عم تعتمدوا عليه؟ طبعا هاي من الناحيه المخبريه. طبعا عندنا استقصاءات ثانيه متممه. هو الشعاعيه طبعا، الشعاعيه هو الايكو. طبعا في عندنا الصورة الشعاعية كمان. نحن الصورة الشعاعية ممكن ولكن لا نعتمد عليها كثيرا، باعتبار نحن يعني الانسداد لمعة الزائدة لما بتصير ممكن هو نحن نسميه أحيانا حصاد برازية. شو اللي عم يؤدي انسداد الزائدة؟ طبعا ممكن تكون حصاد برازية، تتجمع كمية من الحصاد بشكل حصاد برازية تدخل ضمن لمعة الزائدة وتسدها ويؤدي إلى الالتهاب. ممكن حتى بعض البذور الفواكه يعني بعض بذور الفواكه أيضا إذا دخلت ضمن هذه اللمعة ممكن تؤدي إلى انسداد هذه اللمعة ويؤدي إلى التهاب. أسباب متعددة طبعا مثل ما قلنا. بالصورة الشعاعية البسيطة لا نعتمد عليها، ولكن نعتمد على الإيكو كاستقصاء متمم إضافي. أيضا له سلبية وإيجابية، يعني ممكن حتى الإيكو يعطينا إيجابية بالتقرير ويعطينا سلبية بالنتيجة يعني كمان. تمام. إذا هاي هي توجهكم لموضوع الزائدة، بتبتوا الأمر بعد التشخيص ووصول الحالة، يعني تشخيص الحالة العلاج أكيد بتتبعه دكتور. إيمت يكون علاج دوائي، إيمت يكون تداخل جراحي فورا مثلا إسعافي، إيمت تأجلوا المريض؟ لا هلا بالزائدة طبعا التهاب الزائدة الحاد نحن لابد منه طبعا عمل جراحي، وعلاج الزائدة كليا يعني هو جراحي، إلا في حالة واحدة نحن نسميها لما يكون تصير ضرع زائدة. المريض جاي مثلا من 4-5 أيام لا عامل لا تحاليل ولا استقصاءات، ممكن أثناء الألم أخذ مثلا أدوية مسكنات، أدوية التهابية. المريض نازل لعند مو طبيبي يعني مو فاحص حاله لعند دكتور، ما راجع طبيبة أخصائي مثلا جراحة عامة أو داخلية، راح لعند صيدلاني ممكن يعني إنه أخذ دواء معين تعالج بشكل عشوائية يعني منزلية يعني خلال 3-4 أيام يتشكل هون الزايدة بتحمي حالها يعني بتشكل حواليها مثل الدرع يعني مشان ما يصير انثقاب الزائدة. الأعضاء الموجودة حوالي الزائدة مشان تحمي الزائدة تتجمع حول الزائدة تشكل عليها مثل درع بحيث مشان ما تثقب الزائدة. يعني يكون مريض يتأخر 4-5 أيام ممكن أسبوع. يعني بهالحالة نحن نؤجل العمل الجراحي. نؤجل كيف؟ نؤجل العمل الجراحي لمدة 6 أسابيع. لمدة 6 أسابيع نعطيه العلاج المناسب طبعا مع صادات وقائية طبعا لمدة 6 أسابيع. بعد 6 أسابيع نعتبر مثل كأي عمل جراحي بارد وليس إسعافي. أما بقية الحالات تعتبر عمل جراحي إسعافي، وخاصة إذا كان في انثقاب بالزائدة يعني أو إذا كان أكيد نسمع أحيانا إنه تكون الزائدة متفجرة، ويعني هاي تدخل طبعا هو متفجر نحن نسميه انثقاب طبعا. نحن انثقاب زائدة طبعا. هاي في حالة إذا يكون بقاعدة الزائدة يكون في تنخر باتصالها مع الأعور، يكون في تنخر بيصير انثقاب طبعا نتيجة الانسداد والالتهاب والاحتقان اللي يصير ضمن النسيج الليمفاوي للزائدة. يصير ضغط طبعا، هذا الضغط يؤدي إلى انثقاب الزائدة وخروج. بقى هون عم يصير عندنا خروج للمفرزات، خروج مفرزات الأمعاء والكولون إلى آخره. يصير بقى عندنا حالة إنتانية ضمن البطن كاملا. يعني بنكون بمرحلة نحن صرنا بمرحلة ثانية يعني متقدمة جدا يعني. وطبعا التأخير هون ليس لصالح المريض طبعا. العمل الجراحي لابد منه بشكل إسعافي يعني. تمام. رح بذكر المستمعين اللي عم يسمعونا انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستوديو دكتور محمد مطيع ابراهيم، اختصاصي بالجراحة العامة. عم نحكي عن موضوع التهاب الزائدة وكيفية علاجها والأسباب والأعراض والعديد من المحاور حكينا عنها. أي حدا حابب يتصل معنا فيكم تتصلوا عبر الرقم الأرضي 429-101 أو عبر الواتساب 093-82-80-81-4 أو عبر رسالة عبر البث المباشر بوير عربي أو راديو بوير. فيكم تكتبوا بكومنت أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. دكتور هلأ المخاطر عدم تشخيص
الزائدة إذا ما تشخصت؟ طبعا هلا نحن بشكل عام هلا عم نتكلم عن الزايد. طبعا كبحث زايدة هو موضوع طبعا واسع جدا، واسع، لكن نعم. نحاول قدر الامكان اختصار الحالات يعني. الزايدة لها اختلاطات كمان، مثل ما لها طبعا مثل ما هلا من احد الاختلاطات اللي قلنا انه ممكن يصير عندنا انثقاب بالزايدة، وهالانثقاب ادى الى اختلاط، حتى احيانا ممكن يؤدي التاخير بهالحاله يؤدي الى الوفاه. يعني يصير التهاب بريتوان معمم بالبطن، يعني المريض يفوت بصدمه صدمه انتانيه ويؤدي الى ممكن الى حاله وفاه لا سمح الله يعني. لذلك انه دائما ننصح انه اي الم بطني لا يستهان به طبعا، وليس كل الم بطني هو زايده كمان، ولكن دائما هناك طبيب سواء من المرحله العمريه بالاطفال او البالغين من الناحيه الداخليه مثلا او النسائيه من ناحيه الحوامل، والاتباع دائما الاجراءات الصحيه المناسبه، تعليمات عدم الاستهانة بالاستقصاءات التي يطلبها منا الطبيب مثلا، يعني ما نستهين سواء طلب منا تحاليل، طلب منا مثلا صور شعاعية، إيكو إلى آخره، يعني نتقيد، نحاول قدر الإمكان التقيد بهذه الإجراءات كي نتجنب الاختلاطات التي تحدث نتيجة الزايدة. مثل ما قلنا ممكن يصير خراج بالمنطقة الزائدة، يؤدي إلى خراج ضمن الحوض والبطن، يعني تؤدي هاي كلها إلى مشاكل، تؤدي بعدين إلى التصاقات بالأمعاء، انسداد بالأمعاء ممكن، أيضا انثقاب مثل ما قلنا يؤدي إلى التهاب ريتوان معمم يعني. وممكن طبعا في حالات طبعا بالزايدة كمان، يعني مو حالات التهابية كمان، أحيانا بيكون عندنا أورام مرتبطة بالزايدة كمان، سرطانات يعني على حساب الأورام تكون على حساب الزايدة. يعني لا يستهان بهذه الأعراض أو هذه الشكاية دائما سواء عند الطفل أو البالغين أو الكهول أو النساء الحوامل. تماما. دكتور تحت الهواء قبل ما نفوت على اللقاء كنا عم نحكي عن موضوع المواسم، في أمراض معينة بتجي كجائحات، بتجي يعني بمواسم معينة بتتسجل أرقام أكثر من السنة، يعني فصول السنة. تمام. يا ترى موضوع الزائدة أيضا له ربط بهالموضوع هذا؟ طبعا هو شيء مثبت علميا بهذا الشيء، يعني غير موجود يعني، ولكن في ارتباط، يعني في ارتباط حسب الإحصائيات اللي يعني بتعملها المدارس الطبية الكبيرة، يعني الأوروبية أو الأمريكية أو إلى آخره، يعني بيعملوا إحصائيات عامة شاملة. تبين إنه مواسم للزائدة أيضا لها مواسم خاصة تكثر في فصل الخريف وفصل الربيع. يعني هناك مثل أحيانا حتى مثل الأعراض الكلوية والقولونجات الكلوية أيضا تزداد في هذه الفترة يعني. نفس الشيء طبعا هذا لا يعني أنه زائدة موجودة فقط في هذين الفصلين، لا، لكن ممكن في أي لحظة أنه المريض يصير عنده التهاب زائدة، وأنه يكون معرض للعمل الجراحي ويعطينا أعراض، يعني أنه لا خلاص بس بالربيع والخريف معناتها أنه زائدة، لا أكيد لا، يعني بس الإحصائية أنه الأغلبية بهذه المواسم موجودة أكثر يعني. تماما. وكذكور وإناث هاي ما ذكر طبعا هلا نسبة الذكور هي أكثر من الإناث، إصابة الذكور بالزائدة أكثر من الإناث، هاي مسجلة يعني مسجلة طبعا يعني تقريبا 1.3 مقابل 1 للمرأة، يعني الذكور أكثر من الإناث. تماما. دكتور رح نختم لقائنا بمجموعة من النصائح لمرضاكم لزملائكم، سواء كان اختصاصي أطفال أو داخلية أو الهضمية، يعني اللي يعني هالنصائح هاي بتربط عملكم ولا تخدم المريض يعني. نختم لقائنا بمجموعة من النصائح. طبعا نقطة كتير مهمة أنت كمان هلا حكيتها بخصوص زملائنا كمان، أنا بتشكرهم جميعا طبعا سواء الأطباء الأطفال والداخلية كمان، وطبعا بنتمنى نحن كأطباء جراحة يعني إنه دائما يعني يتوجهوا إلى الشكايات، يعني شكاية المريض، القصة المرضية للمريض، يعني قصص والفحص السريري في حال شك بأنه وجود أي زايدة، أنه لا يستهينوا باستكمال الاستقصاءات، يعني أو أي عضو آخر يعني تماما يعني استكمال الاستقصاءات المتوفرة والموجودة طبعا. يعني لا يفضل انه دائما نعتمد، ممكن انه اعراض طبعا هذا ضمن اختصاصهم سواء الاطفال او الداخليين، انه يعني بيعالجوا مرضانيهم، انه يتابعوا المريض بشكل جدي وما يقصروا اكيد مع مرضانيهم، ولكن يفضل وجود شك 1% شيء جراحي يفضل استكمال الاستقصاءات، استشارة او استكمال الاستقصاءات الموجودة لكي يعطوا المريض حقه. تماما. وللأهالي للأهالي طبعا
أي ألم بطني يفضل مراجعة الطبيب الأخصائي، سواء طفل سواء بالغ أو سواء امرأة حامل أو كهل يعني كبير، يعني كل على متابعة الأخصائي حسب الفئة العمرية الموجودة. تمام، حسب الجنس يعني طبعا. وعدم استعمال أو تناول الأدوية بشكل عشوائي، لأن هذا كمان يؤدي إلى ضياع في أو بالتشخيص، يعني يؤدي إلى إخفاء بعض الأعراض سواء بالمسكنات. في ناس ما بتاخذ إبر، بتاخذ أدوية مسكنات التهابية، يعني توصل حالة ممكن لدرع الزائدة، ممكن للانثقاب الزائدة، وهي أخذ قبل مثلا مسكنات وعم تتحمل وجعها يعني بدون مراجعة الأخصائي يعني. وطبعا وليس كل ألم بطني هو زائدة أيضا تماما، ولكن نحن كجراحة من أكثر العمليات يعني الدارجة والشائعة بين الجراحة العامة هي الالتهاب الزائدة، يعني نسبة إحصائية عالمية، يعني مو نسبة يعني موجودة بس فقط عنا يعني. تمام. يفضل عدم الإهمال بهذه الأعراض. ألف شكر لكم دكتور محمد مطيع إبراهيم، اختصاصي بالجراحة العامة، على هالحضور الجميل والمعلومات القيمة. شكرا جزيلا لكم، الله يعطيكم العافية، وشكرا للكادر شكرا لك دكتور. بشكر زملائي بالكنترول. رح نستأذن منكم، انتهى اللقاء، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد، وكل عام وانتم بخير.